يا صباح الورد والياسمين على احلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده احنا هنعمل حاجه حلوه مع بعض كل الاطفال بتحبها. هنعمل مع بعض كاب كيك، حاجه سهله كده وبسيطه وكمان مغذيه في نفس الوقت. هتخلي اطفالك ما يشتروش الكيكات دي من بره تاني خالص. هيقولك يا ماما اعمل لنا كاب كيك على طول او كيكات على طول في البيت. هنعمل النهارده كاب كيك محشيه مربى. تقدري تحشيها باي حشوه تعجبك، ممكن تحشيها شوكليت، ممكن تحشيها اي فاكهه تعجبك. تمام كده. المقادير بتاعتها سهله وبسيطه. معايا 2 بيضه حجمهم كبير شويه اهو. معانا كمان كوبايه من اللبن الحليب، كوبايه من السكر، نفس المقدار اللي احنا بنعاير بيه السكر واللبن مع بعض. تمام كده. معايا دي يعتبر نص كوبايه من الزيت، او ممكن تعملي نص كوبايه سمنه اللي يعجبك يعني، بس انا حطاها في كوبايه صغيره اللي هي بتاعه القهوه يعني. بس دي تعتبر نص كوبايه من المج اللي هو الكبير ده. تمام كده. معانا كمان كوبايتين من الدقيق اللي هو المج ده برضو، يعني بتعايري بنفس المج. مجين من الدقيق منخول طبعا، ده دقيق متعدد الاغراض. معانا كمان كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر. بيكنج باودر ده يعتبر معلقه كبيره لو عندك بيكنج باودر سايب. تمام كده. كل دي المقادير بتاعتنا اللي احنا هنعملها النهارده. يلا بينا بقى نعمل الخطوات. اول خطوه هنعملها هنضرب البيض الاول في الخلاط. عشان ايه؟ ما نحطش كل المكونات مع بعضها. البيض طبعا هنحط عليه كيس الفانيليا. كل حاجه كده واضحه قدامكم اهو. كيس الفانيليا عشان زفاره البيض. ونضرب البيض مثلا لمده كام ثانيه كده او دقيقه لحد ما يهيش كده. تمام، او يتغير لونه. هضربه وارجع لكم تاني. شايفين كده خلاص اللي ضربنا اللي هما البيضتين كده مع بعض لحد ما عملوا بقى لونهم اتغير وعملوا رغوه وهيشان كده زي ما انتم شايفين. هنضيف بقى كده عليهم السكر. بسم الله. مج السكر وكمان الحليب، مج حليب. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وكمان هنضيف نص كوبايه الزيت اللي احنا قلنا عليه كده. كله تمام. هنضرب بقى كل المكونات دي عشان ما اعملكوش ازعاج وارجع لكم تاني. كده هنحط بقى باقي المكونات اللي هي الجافه مع بعض. معانا اللي هما الكوبايتين الدقيق، هنضيف عليهم كيس من البيكنج باودر. بيكنج باودر حوالي معلقه كبيره. تمام كده. بسم الله. هنضيف كمان ذره ملح، ذره ملح، حبه صغنطتين خالص كده. تمام. ونقلب بقى كل المكونات دي مع بعض اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم ان انا ضفت، عشان نسيت اقول لكم عليه، معلقه خل كبيره على الخليط اللي انا ضربته كده في الايه، في الخلاط. الخل انتوا عارفين ان هو بيرفع الكيكه كده وبيخليها هشه وجميله جدا، ما تقلقيش منه خالص يعني. هنجيب بقى الخليط اللي احنا ضربناه اهو. بسم الله. زي ما انتوا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال؟ الله الله. الكيكات دي يا جماعه الاطفال كلها بتحب الكيكه، والكبار كمان مش الاطفال بس يعني. بصوا هتدمنوها كل يوم، هتعملي لهم الكيكه الجميله دي وسهله وبسيطه، وب2 بيضه بس هتعملي 12 قطعه. هنشوف برده هيطلع معانا قد ايه، بس حوالي 12 قطعه من الكب كيك. تمام. هننزل بقى بالدقيق كده حبه بحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب تقليب كده في اتجاه واحد اهو. صلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو زي ما انتم شايفين. طبعا احنا مش عايزينه خفيف القوام احنا عايزين القوام بيكون ايه، تقيل سنه يعني، ما يكونش خفيف قوي زي الكيكه العاديه يعني. دي المقادير المظبوطه باذن الله للكب كيك اللي احنا هنعمله. تقلبي بس كده كويس يعني. تقدري على فكره تضربي كل المكونات بالمضرب اليدوي عادي يعني، لو مش عايزه تضربي في الخلاط ممكن تضربي بالمضرب اليدوي عادي. بس انا عشان ايدي وجعاني شويه فاستعملت الخلاط يعني بصراحه. كده كده اهو. شايفين القوام ده؟ هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده المطلوب. تضربوا بس كده كويس عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات في الكيكه في العجينه بتاعتها. عفوا.
شايفين ناعمه ازاي؟ جدا ناعمه جدا جدا. زي ما قلت لكم ممكن تستخدمي سمنه بدل الزيت، زبده بدل الزيت، اللي يعجبك يعني. المهم نص كوبايه بقى. كده حلو قوي. تمام. كده بقى معانا الصينيه بتاعت اللي هي الكب كيك. انا حطيت فيها ايه؟ الورق اللي هو الزبده بتاع الكب كيك اهو، زي ما انتم شايفين ده 12، واخد 12 قطعه. تمام كده. معانا كمان دي مربى فراوله اهي. شايفين الجمال؟ دي انا كنت جايباها بصراحه، بنعملها في السندوتشات بتبقى تحفه. احشيها بقى زي ما قلت لك اي حشوه تعجبك. هنبدا بقى ناخد شويه كده بشويه، عشان ما نعملش بس اهو كده يعني، ما نملهاش قوي طبعا، عشان احنا لسه هنحط كمان كميه تانية من العجينه بتاعه الكيك دي كده. يعني نحط حبه عشان هنرجع نحط مربى اهي. واضح كده بالنسبه لكم؟ عشان ما نملهاش قوي برضو. هعمل دي بس قدامكم، وبعد كده ايه، احط بقى قطعه من المربى اهي، قطعه كمان معلقه يعني. كده زي ما انتم شايفين انا ايه فضيت فيها الكيك، عشان بس ما ايه اسرع معاكم شويه. وحطيت برضو المربى اهي قدامكم، معلقه مربى كده على كل واحده، معلقه صغيره يعني اهي كده اهي. ما شاء الله. طبعا مش لازم نملى البتاع قوي يعني، علشان العجينه يعني ما نملاهاش قوي، علشان كمان ما تفرش مننا على وهي بتستوي كده اهي. لازم يكون سايبين فراغ يعني اهي. تقدري زي ما قلنا كده تحط بقى اي حشوه. انا حبيت اوريكم الطريقه بالظبط اهي كده. واضح طبعا؟ اي نوع مربى بقى تعجبك، مش شرط مربى فراوله يعني، اي نوع مربى تعجبك. جميله جدا جدا. نبدا بقى نحط ايه الجزء التاني. الجزء التاني اهو كده. شايفين احنا كده سايبين ايه فراغ اهو قدامكم. بسم الله كده. تمام. يعني ما شاء الله كميه العجين دي هتعمل اكتر من 12 قطعه. شايفين بقى الفرق؟ يعني لو جبت قطعه واحده من دي بقى، شوفيها هتجيبها بكام من بره، وانت عاملاها بحاجات بسيطه جدا في البيت اهي كده اهي. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لازم العجينه بتاعه الكب كيك تبقى زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، ما تكونش سايله، تكونش سايله او طريه او. تمام كده. كده زي ما انتم شايفين خلصت كل الكميه، وفاضل لسه عجينه معايا اهي زي ما انتم شايفين كده. ما هشوف هتعمل كام واحده يعني. معايا برضو قالب صغير كمان يعني 6 قطع، هشوفه بقى هيعمل ايه معايا كام واحده اهو. نحط له الورق برضو بتاعه اهو. شايفين الكميه عملت قد ايه؟ كوبايتين الدقيق عملنا كام قطعه؟ كتير جدا على فكره اهو. الورق ده على فكره انا عندي من زمان مش عارفه سعره كام يعني، كنت جايباه رخيص بس مش فاكره السعر، بس عندي بقاله كتير يعني. فا اهو هعمل منه، بيبقى لازق في بعضه كده زي ما انتم شايفين اهو كده. كده 6 وحدات، 6 وحدات تانيين اهو. هنشوف بقى هيعمل كام واحده كمان تانيين مع اللي احنا عملناهم دول. انا عندي برضو شويه من شوكليت شيبس اهو، هحطهم برضو على الوش. العيال الاولاد يعني
بتحب ايه الحاجات اللي هي فيها شوكولاته وكده ومربى بقى كمان، يعني هيتبسطوا جدا يعني. حاجه بسيطه كده اهو كده. حبه صغيرين، مش موجود عندك يعني الحاجات دي عادي يعني، انا عشان كان موجود عندي فقلت بقى بالمره ايه اعمله يعني كده اهو. شايفين جمال؟ طبعا انا قايده الفرن على درجه حراره 180، هحطه في الرف اللي قبل الاوسط، ولما تطلع هوريها لكم برضو. كده على فكره خدوا كمان 6 وحدات زي ما انتم شايفين اهم. بس انا عملتهم بقى ايه مش محشيين مربى ولا حطيت عليهم شوكليت شيبس، علشان ايه يبقوا مختلفين كمان، ويبقى عندنا بالمربى وعندنا ساده. تمام كده. هدخلهم بقى الفرن سخن خلاص، هدخلهم الفرن وارجع لكم تاني. وبكده خلصنا خلاص الكب كيك بتاعنا. سيبته طبعا لحد ما يهدى شويه في الفرن. خد حوالي تلت ساعه يعني استوى من تحت. وبعد كده قلت الشوايه عليه حبه صغيرين خالص، خلي بالك عشان بيتلسع بسرعه. وخلاص على كده طفيت وهوريه لكم برده. بسم الله. شايفين ما شاء الله طلع عامله ازاي اهي. جميل جدا تحفه. وريحته بقى مش عايزه اقول لكم ريحته جميله جدا. سلكيها بقى بالراحه كده اهي. هي لسه يعني سخنه، المفروض ان انا اسيبها تبرد شويه، بس ايه بصراحه استعجلت انا شويه. المربى سايحه خالص اهي كمان، عايزه اوريها لكم. ما شاء الله جميله وطريه وحلوه جدا جدا اهي. شايفين؟ شايفين يا جماعه المربى والجمال؟ تحفه تحفه، وريحتها خطيره جدا جدا. جربوها مش هتندموا، هتعجبكم جدا، والاطفال هيحبوها جدا جدا. واتفضلوا طبعا، واشوفكم ان شاء الله. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.